بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قصة جميلة جدا. بنت اسمها ليلى. البنت دي في مرحلة ابتدائية، هي واصحابها بيلعبوا في الشارع. المهم طبعا شافوا راجل كبير في السن اسمه عم أحمد. الراجل ده بيعدي الشارع، نظره ضعيف جدا. المهم كلهم بدأوا يضحكوا عليه ويتريقوا عليه، بدل ما يروح يساعدوه لا، بدأ يضحكوا ويتريقوا عليه. الراجل اتأثر جدا بكلام الأولاد وزعل وقال طب الأطفال ديت ما تعلموش حاجة في بيوتهم؟ هم ليه بيعملوا كده؟ المفروض أهليهم يكونوا ربوهم، المفروض أهليهم يكونوا علموهم حاجة، المفروض أهليهم يكونوا علموهم احترام الكبير وإزاي يساعدوه. الراجل روح بيته زعلان جدا. الأولاد طبعا روحوا خلصوا لعبهم وروحوا عادي، كلوا وشربوا وناموا. فجت ليلى بالليل حلمت إنها بعد ما خلصت ابتدائي وإعدادي وثانوي ودخلت كلية وربنا كرمها واتجوزت وخلفت وكبرت في السن، بقت زي عم أحمد بالظبط، وحصل معاها نفس اللي حصل مع عم أحمد بالظبط. صحيت من النوم مفزوعة، هل أنا في يوم من الأيام هيحصل معايا نفس اللي حصل مع عم أحمد؟ أنا في يوم من الأيام هيجوا شوية أطفال هيتريقوا عليا زي ما أنا اتريقت على عم أحمد أنا وأصحابي؟ ده أنا سمعت حديث في المدرسة كما تدين تدان. كده اللي حصل لعم أحمد ده هيحصل لي أنا كمان؟ معقولة؟ والناس هتضحك عليا والأطفال هيضحكوا عليا، الأطفال اللي مش هيتربوا. لا، أنا لازم أعمل أي حاجة. فعلا صحيت الصبح، خدت صحابها وقالوا إن إحنا هنعتذر لعم أحمد عن اللي حصل مننا. وفعلا راحوا لعم أحمد، يا عم أحمد إحنا غلطانين وما تزعلش مننا، ما كناش عارفين عاقبة ده إيه، لكن إحنا من النهاردة يا عم أحمد إن شاء الله بأمر الله راح نساعد كل الكبار اللي في القرية كلهم. ومن هنا فعلا بدأوا الأطفال يساعدوا أي حد كبير في القرية، يساعدوه ويقفوا معاه ويساندوه علشان خاطر يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم اللي هم عملوا. اتعلموا من القصة دي حاجات كتيرة جدا، واعتذارهم للراجل الكبير وأهمية احترام الكبير قد إيه. لما يكون في حد كبير لازم نحترمه ونقدره ونشيله فوق دماغنا كمان. المفروض ده يرجع من البيت، ولازم في البيت كمان يعرفهم قد إيه قيمة الأخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فيكم. ليس منا لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا. لازم نتعلم التعاطف والرحمة. لازم أبائنا وأمهاتنا يعلمونا ده كويس. النهاردة نعود ولادنا إزاي يساعدوا الكبير، وإزاي الكبير ده شخص عنده خبرات حياة كبيرة جدا. الشخص ده كان في يوم من الأيام طفل وبدأ يكبر ويتعلم ويستفيد من حاجات كتيرة جدا في حياته. المفروض مش نحترمه بس، ده احنا نحترمه ونقدره ونشيله فوق دماغنا وناخد عصارة حياته أو خبرة حياته. الخبرات اللي هو تعلمها دي كلها مش ببلاش. أكيد الشخص ده لما كان صغير كان برضه له دور وحصل معاه مواقف معينة. المواقف دي لما يجي يحكيها ما نضحكش عليه. المواقف دي نتعلم منها حاجة كويسة، نتعلم منها احترام الكبير، نتعلم منها القدوة الحسنة، نتعلم منها التعاطف والرحمة، ونعلم في بيوتنا أبنائهم على ده. نعلم ولادنا الرحمة والتعاطف بعيدا عن العرق والجنس واللون والشكل والديانة والكلام ده كله. هو إنسان. نعلم أولادنا الإنسانية
مع الإنسان، مع الحيوان، مع الطيور، مع كل شيء على وجه الأرض. نعلم أولادنا الرحمة والتعاطف، وكلنا بنتعامل بما يرضي الله. نعلم أولادنا إمتى نساعد وإمتى ما نساعدش من غير ما يحصل لي أي ضرر. لازم ناخد خبرة الناس الكبيرة اللي تعلموا دي كلها من حاجة زي كده. دور المدرسة، أنا عارف بصفتي إن أنا بتعامل مع المدارس كتير جدا في مجال التوعية، بشوف فعلا أخصائيين اجتماعيين، مدرسين، مديري مدارس بيتعاملوا مع الأولاد فعلا كأن دولت أولادهم وأبنائهم، بيبذلوا جهد كبير جدا عشان يعلموا الأولاد دي حاجة كويسة، مش مجرد طفل لقى حاجة بيكبر دماغه. لا، في بعض مديرين مدارس ومدرسين بيعملوا حاجات جميلة جدا. النهاردة الطفل مثلا لقى كتاب، لقى قلم، لقى فلوس، لقى شنطة زميله، لقى أي حاجة ضايعة في المدرسة، الطفل خدها وداها للمدير أو المدرسة أو الأخصائي الاجتماعي. الأخصائي الاجتماعي أو المدير أو المدرس ده جه في الطابور وقال يا ولاد إحنا دلوقتي بنكرم زميلنا أو بنكرم ابننا الطفل الفلاني علشان خاطر لقى فلوس، بنكرمه على أمانته. يبقى كده بنزرع في كل المدرسة كلها القيم والتشجيع. نشجع أولادنا إن أنت لقيت حاجة حلوة، حتى في البيت نشجعه، في المدرسة نشجعه، في الشارع نشجعه، كلنا مش شرط الأب ولا الأم. أنا واحد من الناس لو أنا شفت طفل عمل حاجة كويسة هبوس دماغه وأقول له الله ينور عليك وأنت شاطر وأنت جدع وأنت وأنت وأنت، عشان الطفل يحس بفخر كبير جدا. الطفل ده في المدرسة لما المدير يكرمه هيروح البيت يقول يا بابا يا ماما المدير كرمني وكل الطلبة سقفوا لي في المدرسة علشان خاطر أنا لقيت فلوس وديتها للمدير أو وديتها للمدرس أو الأخصائي الاجتماعي. ساعتها بس أبوك وأمك هيحسوا بفخر كبير. إحنا فعلا علمنا، ونتيجة عالمهم وتعبهم ما راحتش هدر. فعلا ولادهم اتعلموا حاجة كويسة واستفادوا من خبرة أولياء أمورهم، استفادوا من خبرة الناس الكبيرة، اتعلموا منها حاجات كتيرة جدا. المكافأة والتشجيع عليهم دور كبير جدا. نستخدم القصص في تعليم ولادنا، والله قصة، فيلم، كتيب، نحكي لهم أي موقف حصل في معانا قبل كده. كل الحاجات الصغيرة دي بتفرق كتير جدا مع أولادنا. الدروس الأخلاقية والقدوة الحسنة، لازم نعلم ولادنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فيكم. لازم نتعلم ده، نعلم ولادنا إن الدروس اللي احنا خدناها في حياتنا بنعلمها لأولادنا عشان يتعلموا من الأخلاق والمثل والقدوة الحسنة. نشجع أطفالنا على اللي اتعلموه، اللي خدوا مني هل أنت بتطبقه صح ولا لأ. نناقش ولادي لو هو في حاجة خطأ ويناقشني، أتناقش معاه المشكلة، أنت غلطت، أنت ما غلطتش، أنت كده غلطان، وإيه المشكلة إن الطفل يتعاقب نتيجة إن هو عمل حاجة خطأ؟ إيه المشكلة لما أخطأ يعني أنا أخطأت أتعاقب على خطأي؟ ما دي برضو حاجة كويسة، إن أنت بتكون قد المسؤولية. إيه المشكلة في ده؟ إن إحنا برضو نستعين بوسائل الإعلام زي السوشيال ميديا، فيها حاجات جميلة جدا وفيها حاجات وحشة جدا. فالأقل على الأقل خالص إحنا نستفيد بالجزء اللي هو فيه إفادة كويسة جدا لينا إحنا، سواء أفلام، سواء مقاطع فيديو، سواء رسومات، سواء أفلام كرتون، أي حاجة نتعلم منها هنستفيد منها ونتعلم منها حاجة كويسة، أكيد هتبقى حاجة كويسة جدا لينا ولولادنا. في البيت نعلم ولادنا على التشجيع والاحترام والقيم والمثل الأخلاقية. إحنا كلنا محتاجين اللي يطبطب علينا ويقول لنا معلش، كل سنة وانتم طيبين. وإن شاء الله تكون حلقة النهاردة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.